في الوقت اللي الميديا كلها مشغولة بخبر إفلاس بدون اسم، أنا جاي أقول لك إن الإفلاس ده أرحم حاجة حصلت للبراند ده. الديناصورات ما بتموتش من الجوع، بتموت لأنها مش قادرة تحس بوجع أطرافها. بدون اسم وقع لأن قلبه في الثمانينات وزبونه في 2026. النهاردة هنشرح جثة براند ال40 سنة حتة حتة عشان أوريك السوس اللي ممكن يكون بياكل في مشروعك دلوقتي وانت فاكره برستيج. أول درس لتشريح الجثة دي هو فخ الطوب والأسمنت. بدون اسم فضل لسنين محبوس في عقلية إن النجاح يعني فروع في أفخم المولات وإيجارات بتسحب الملايين كل شهر، في الوقت اللي البيزنس فيه اتحول لشاشة وموبايل وهم فضلوا يصرفوا على ديكورات الزبون ما بقاش يشوفها أصلا. المنافس الصغير النهاردة اللي بيبدأ من مشغل أو حتى من بيته ما عندهوش الأعباء دي، فبيقدر يتحرك أسرع وبيبيع أرخص ويوصل لقلب الزبون في ثواني. القوة النهاردة مش في مساحة المحل، القوة في سرعة المناورة. تاني درس هو المسمار الأخير في النعش، الغرور الرقمي. عارف يعني إيه براند يصرف مئات الآلاف على حملات إعلانية وتصوير، ولما الزبون يدخل يسأل على الخاص يترد عليه بعد يومين أو ما يتردش عليه خالص؟ الزبون السعودي النهاردة ذكي ومستعجل، هو مش بيشتري عباية، هو بيشتري اهتمام. لما تحسسه إنك أكبر من إنك ترد عليه هو ببساطة بيروح للي بيحترمه. بدون اسم نسى إن الرد القناص هو اللي بيقفل البيعة مش لوحة المحل في المول. الإفلاس الحقيقي بدأ يوم ما ماتت خدمة العملاء عندهم وبقى الرد آلي وبارد وما عادش فيه روح. لو كنت شفتوا الفيديو اللي حكيت فيه عن وجع انهيار مشروعي في مزارع الفراخ وازاي انا في يوم وليلة خسرت المشروع بالكامل، هتفتكروا ان قلت ان السبب كان المنظرة وفخ المجاملات اللي عمى عيني عن الحسابات الحقيقية. اللي بيحصل النهاردة مع بدون اسم هو كربون من اللي حصل معايا، بس الفرق ان جرحهم كان بالمليارات. هم كمان وقعوا في فخ البرستيج الكذاب. افتكروا ان الاسم التاريخي والمحلات الفخمة هتحميهم من حقيقة ان السوق اتغير. انا خسرت فراخ وهم خسروا امبراطورية، والسبب واحد، العمى التجاري. انك تفضل باصص تحت رجلك ومفتون بنجاحك القديم وتنسى ان الزبون اللي كان بيلف وراك في المول النهارده بيلف وراك بصباعه على الشاشة، ولو ما لحقتوش هيسيبك ويطير. طيب وايه الحل؟ وهل معنى كلامي ده ان البراندات الكبيرة خلاص راحت عليها؟ لا طبعا. الموضوع ببساطة اننا بقينا في عصر التجارة بالرمود. الزبون النهاردة هو اللي معاه الرمود، بكلمة واحدة بيقلب القناة لو المحتوى بتاعك ممل او تأصيل قديم. البراندات الصغيرة اللي بتشوفها طيارة دلوقتي سواء في السعودية او في مصر نجحت لانها طبقت معادلة بسيطة: قوة البراند زائد خفة الحركة. هم ما عندهمش ايجارات بمليون ريال، بس عندهم رد قناص بمليون ريال. هم مش محتاجين 100 فرع، هم محتاجين سيستم يخلي العميل يحس ان هو البراند. الفرق بين اللي يكمل وبين اللي يفلس هو ان اللي بيكمل بيستثمر في الوعي البيعي لموظفينه قبل ما يستثمر في ديكور محلاته. البيزنس النهارده نفس طويل وسرعة بديهة وقدرة على انك تعرف ان طريقتك القديمة محتاجة تتغير قبل ما السوق هو اللي يغيرك. وعشان اوريك حجم الكارثة خلينا اقول لك ان الدراسات والواقع اللي بنشوفه في السوق السعودي بيقول ان 30% من المبيعات بتضيع بسبب غلطة واحدة بس، هي التوهان في الخاص. تخيل براند زي بدون اسم بيدفع ملايين عشان يجيب الزبون لحد عنده وفي الاخر البيعة بتطير لان الموظف اتأخر في الرد او رد آلي بارد، زي لما حد يسأله بكام يقول له السعر في الموقع. دي مش مجرد غلطة، دي ثقب اسود بيبلع ميزانية التسويق بتاعتك. اللي بيميز البياع الواعي هو انه بيفهم ان الشات مش مجرد دردشة، الشات غرفة اغلاق الصفقات. لو ما كنتش قناص وبتعرف تطلع احتياج الزبون وتديله الرد اللي يطمنه في اول 5 دقايق، فانت حرفيا بتبني امبراطورية من ورق، ومصيرك هيكون زي عملاق رفض يطور نفسه لحد ما لقى نفسه بره الملعب خالص. في النهاية سكوت براند زي بدون اسم هو مش مجرد خبر ترند، ده جرس انذار لكل واحد فينا. التجارة مش مجرد بضاعة واسم، التجارة روح ووعي وقدرة على التغير قبل ما السوق هو اللي يغيرك. انا هنا في ربح بوعي مش جاي ابيع لك اوهام، انا جاي اشاركك الوجع والنجاح
عشان ما تكررش غلطاتي وغلطات العمالقة دول. لو لسه حاسس بتوهان في موضوع الرد السريع وايه الفرق بين الوجود والهيبة، استنى الفيديو الجاي لاني هفكلك الاشتباك ده تماما وهعرفك امتى تكون طلقة وامتى تكون رزين. لو استفدت من تشريح النهارده شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس وقول لي في الكومنتات ايه اكتر غلطة شايفها بتدمر البراندات الكبيرة النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي وخليك دايما بياع قناص وبيربح بوعي.